الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن باب تحذير البشرية من الفرق الضالة في البلاد اليمنية لا تكن قاعديا ولا داعشيا، فإن هذه الفرق خارجية. وفتنة الخوارج أول فتنة كانت على المسلمين، وأول بدعة ظهرت في الدين، وقد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه بدعوى أن الحكم إلا لله. وهكذا تظهر هذه الفرق بين حين وآخر كلما ظهر لها قرن كسر. وفي هذا العصر كانت موجودة بمسمى الهجرة والتكفير، انتشرت في مصر وتفرعت إلى بقية البلدان، وكانوا يخرجون على الحكام تارة بالتكفير وتارة بالتفجير، حتى جاء أسامة بن لادن فأسس تنظيم القاعدة ومعه أيمن الظواهري ومن إليهم، فصار التنظيم عالميا. ثم لما هزمت القاعدة شيئا ما أسسوا تنظيم داعش، رمز إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام، وظهرت برئاستها البغدادي. والواقع أن هذه الدولة الداعشية الخارجية كانت بوضع تخطيط مخابراتي ليس بالسهل، وبحمد الله حذرنا منهم من أوائل من حذر. كنت في سريلانكا حينها، وقاموا بالهجوم على المعسكرات وأخذوها، وبعض الناس اقتر بهم على أنهم يحاربون الرافضة، فقلت حينها بأنهم لن يدخلوا بغداد، وفعلا ما دخلوها، لأن الخوارج قد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، والرافضة أهل أوثان، فما كان للخوارج أن يحاربوهم. وتكلمت في حينها أن فرقة داعش فرقة خارجية، فقال بعضهم: ما دليلك؟ قلنا: الدليل على أنهم يدعون إلى الهجرة إليهم، وهم بذلك يكفرون المجتمعات المسلمة. والحمد لله ظهر خروجهم وظهر شرهم. ومن المفتين لهم أحمد بن عمر الحازمي، هذا الذي ذهب إلى تكفير العاذر. فعلى الشباب المسلمين أن يكونوا بحذر من هذه التنظيمات التي تدعو إلى الحماسة وإلى الجهاد وإلى التفجير والتكفير بغير ضوابط شرعية. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يفجر نفسه، ولا يجوز أن يخرج على الحاكم المسلم ما دام يصلي، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولا يجوز ترويع الآمنين، ولا ذبح الإنسان. الذبح لا يجوز إلى البهيمة، أما الإنسان لا يذبح، لا مؤمن ولا كافر، لا بر ولا فاجر. الذبح للبهائم، ما جاء في ديننا الذبح. وما جاء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش أرسلت إليكم بالذبح، أي بالقتال بالجهاد. ولم يثبت أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أحد من الناس كما تذبح البهيمة، ولا هكذا في عهد أبي بكر ولا عمر. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وأمور كثيرة حين أحرقوا الطيار الأردني، وحرق الإنسان لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهكذا أخذوا سبايا ونحو ذلك، أشياء بدون مسوغ شرعي. فإن راية الجهاد لا بد أن تكون تحت إمام، أما هكذا تقوم طائفة تمتنع ثم تخرج على الناس بالسيف والقتل والقتال، هذا من أسباب الشر. ولو تأملتم هذه الطوائف، القاعدة، الهجرة والتكفير، وداعش، وحركة الشباب الصومالية، جبهة النصرة ومن إليهم، تجدون أنهم يظهرون بمظهر السلفية. وهذه خطة صليبية خبيثة، يظهرون الإرهاب في السنة، ويظهرون المقاومة وغير ذلك في الرافضة. فتجد إلى الآن ما يدخل لك الحوثي في قائمة الإرهاب، ولا يدخل لك حزب الله في قائمة الإرهاب، وإن أدخلوه يعني في فترة زمنية لأمور بينهم، بينما في المقابل يدخلون البراء من أهل السنة في هذه القائمة، مع أن أهل السنة يحذرون من هذه الطوائف، وما أحد يحذر مثلهم، ما أحد يحذر مثل أهل السنة من الطوائف الخارجية لله عز وجل. ولشيخنا مقبل رحمه الله في كتابه المخرج من الفتنة بيان لأغلب هذه الطوائف الخارجية والإلحادية والضالة، فإن أعظم فتنة فتنة الدين، والمخرج من الفتنة ترك هذه الأهواء المضلة. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكانت قد انتشرت هاتان الطائفتان في البلاد اليمنية. نسأل الله عز وجل أن يصرف عن الناس الشر. ولا أحسن من العلم، علم الكتاب والسنة، سبيل فلاح وسبيل هدى وسبيل نصر وسبيل حفظ للأمة، يؤدون الحقوق أجمع، حقوق الحكام وحقوق المحكومين.